إزاي تسجّل كورس خلال يوم واحد؟ أنا اسمي أحمد الجمال، وأنا باساعد الناس إن هم يبنوا online business ويحصلوا على عُملا ويزوّدوا مبيعاتهم. في 2018 بدأت فكرة إن أنا أعمل كورسات، فأول خطوة عملتها إن أنا رُحت بدأت أجهّز اسم الكورس، العناوين بتاعة الوحدات، العناوين بتاعة الفصول، الslide، وبدأت إن أنا أسجّل الكورس بتاعي، وفعلًا سجّلت الكورس وقعدت أجتهد حوالي 3 شهور في إن أنا أرتّب أفكاري وأجمّع الdata وأعمل عناوين وأسجّل الكورس، وبعد كده بدأت إن أنا أسوّق للكورس بتاعي، ولكن اللي حصل إني ما حصلش إقبال على الكورس بتاعي. وقتها كان الكورس ده هو إعلانات الجوجل ads، أو كنا بنسميها الجوجل adwords. فأنا وقتها حسيت بخذلان، وإن أنا تعبت، وإن أنا يعني مجهودي ضاع في الأرض. لكن التجربة دي استفدت منها حاجتين: الحاجة الأولى إن أنا اتعلمت أكتر، اتثقفت أكتر، بدأت أسرِّش أكتر في المجال بتاعي، بدأت أكتشف حاجات أنا ما كنتش عارفها. والحاجة التانية إن أنا اتعلمت الدرس اللي هو إن أنا لو بافكر أبيع كورس ما أبدأش في البداية بتسجيل الكورس بتاعي. غيّرت الفكرة و بدأت إن أنا أعلن عن محاضرة هاعلّم فيها الناس إزاي إن هم يعملوا الsetting، أو يعملوا إعدادات للبروفايل الخاص بيهم، بحيث إن البروفايل ده يتحوّل إلى ماشينة، أو يتحوّل إلى مَكَنة تساعدهم في إن هم يحصلوا على عُملا. بدأت أسوّق للموضوع ده، وحجز معايا 50 شخص ودفعوا لي القيمة اللي أنا كنت محددها، وطلعت في يوم واحد شرحت الكورس كله في حوالي 3 ساعات، وبدأت أشرح للناس الطريقة اللي أنا إزاي إن إحنا نعمل إعدادات للبروفايل بتاعنا والcover بتاعنا والصورة والabout، وإزاي ننشر المحتوى وخطة المحتوى لننشر اللي إحنا نشتغل بيها. وخدت التسجيلات بتاعة اليوم ده ورُحت رافعها على الموقع بتاعي، وبدأت إن أنا أبيع الكورس ده. إذًا لو أنت عايز تطلق الكورس بتاعك خلال يوم، نصيحتي ليك إن أنت ما تروحش تجهّز الكورس وتبدأ إن أنت تسجّل وتinvest في مثلًا استوديو، أو إن أنت تجهّز location تصوّر فيه الكورس بتاعك. لأ، ابدأ بالطريقة العكسية. الطريقة العكسية إن أنت اعلن في البداية عن الكورس بتاعك، وأول ما تلاقي في إقبال على الكورس وفي ناس مستعدين إن هم يدفعوا لك فلوس، ابدأ إن أنت اعمل الكورس لايف، وخُد الdata بتاعة الكورس ده، وابدأ إن أنت تبيعها بشكل مسجّل. وده أنا عملته فعلًا في شهر 12. رجعت إن أنا أسوّق لمحاضرة عندي مسميها التخطيط ل2016، إزاي تعمل خطة 2016 كشخص عنده business، وإيه المهام اللي أنت المفروض تعملها، وإزاي تحلّل السنة القديمة، وإزاي تحسّن ده في السنة الجديدة. أعلنت فعلًا عن التدريب ده أو الsession دي، وفي ناس حجزوا معايا الsession، وطلعت على الZoom في نفس المكان ده. عملت المحاضرة وسجّلت المحاضرة على الZoom، في الوقت الحالي أنا رافع المحاضرة على الموقع بتاعي، ومشغّل إعلان بابيع فيه نفس المحاضرة. إذًا نصيحتي ليك: ما تسجّلش الكورس بتاعك، ابدأ سوّق للكورس بتاعك، وفي حالة وجود إن في ناس مستعدين يدفعوا فلوس مقابل القيمة اللي أنت بتقدّمها دي أو المادة العلمية دي، ابدأ بعد كده خُد الdata دي وابدأ إن أنت بيعها. أنا أحمد الجمال، وأنا باساعد الناس إن هم يبنوا online business، يحصلوا على عُملا، يزوّدوا مبيعاتهم. لو الفيديو ده عجبك تابعني، ونصيحة: شوف دايمًا الوصف عندي في الفيديوهات، إن شاء الله هتلاقي قيمة في الوصف.